ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة هنعمل البطاطا. مين فينا ما بيحبش البطاطا مسلوقة او مشوية او في الفرن؟ كلنا بنحب البطاطا، بس النهاردة هنعملها بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي عملناها قبل كده. هنعملها بطريقة حلوة جدا، والطريقة دي صدقيني لو جربتيها هتعتمديها ومش هتعملي البطاطا ولا هتاكلي البطاطا غير بالطريقة اللي انت شايفاها قدامك دي. طريقة حلوة جدا، سهلة وبسيطة، وهنعملها بطريقة احترافية. عايزة اقولك طريقة خطيرة، لو جربتيها مرة مش هتندمي وهتعمليها مليون مرة. المرة دي هنعملها بطريقة مختلفة. هنعمل بطاطا بالكريمة. في ناس كتير بتعملها بالبشاميل وبيقولوا عليها بتطلع تقيلة، وناس بتحطها في الفرن وبيقولوا عليها مش بتبقى حلوة. بس المرة دي البطاطا بتاعتنا هتبقى مختلفة جدا. هتحس ان انتي ما انتيش عارفة انتي بتاكلي بطاطا ولا بتاكلي حاجة كريمي كده جميلة حلوة وخفيفة جدا. عايزة اقولك ان الطريقة دي هتعتمديها عن اي طريقة جربت البطاطا بيها قبل كده. بس اهم حاجة تتفرجي للفيديو للاخر، ولو ما حطيتيش لايك تحطي لايك، ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي السهلة والبسيطة واللي على قد الايد. زي ما انت شايفة كده البطاطا بتاعتنا حلوة جدا وكريمي قوي، والطبقات خطيرة زي ما انت شايفة كده بالظبط. وعايزة اقولك ان مكوناتنا سهلة وبسيطة. تعالوا نشوف مكوناتنا على طول ونسمي بالله ونصلي على الرسول. معانا كيلو من البطاطا مغسولة كويس قوي ومقشراها بمقشرة البطاطس عشان ما تاخدش طبقة كتير مني من البطاطا. المقشرة دي حلوة قوي، فاما نحب نقشر بالمقشرة بتاعة البطاطس. هنقطع معانا البطاطا حلقات زي ما انتم شايفين كده بالظبط. والسمك اللي انت شايفاه ده ما ترقهاش قوي عشان ما تتهريش منك بسرعه، ويبقى فيها حته استوت جامد وحته ما استوتش، عشان انا عايزه البطاطا بتاعتي مسلوقه سلق جامد. بعد ما قطعت البطاطا حلقات زي ما انت شايفه كده، هنزل بكوبايه من الميه وهحطها على النار، وهعلي عليها النار لحد ما تغلي. انا عايزاها تتسلق سليق جامد. هنا كانت البطاطا بتاعتي اتسلقت سليق جامد زي ما انت شايفه كده بالظبط، بتك عليها بلاقيها بتتهرس. هنزل على البطاطا بتاعتي ب3 معالق من السكر و3 معالق من جوز الهند. وعايزه اقولك ان جوز الهند هنا بيودي طعم البطاطا في حته تانية خالص. ونص كوبايه من الحليب. عايزه اقولك لو مش بتحبي جوز الهند تقدري تستغني عن الخطوه دي، بس اتمنى ان انت تجربيها بجوز الهند عشان صدقيني جوز الهند بيخلي طعم البطاطا حلو جدا. هبدأ اهرس البطاطا كويس بشوكة او بمهرسة البطاطس او الهراسة بتاعة الفول. اهرسيها، اهم حاجة ان البطاطا معايا تكون مهروسة كويس. انا هنا النار كانت شغالة عندي ما طفتهاش، بس كنت مهدية النار يعني موطية النار وشغالة زي ما هي وبهرس والنار شغالة. مش عايزاكي تفوتي خطوة من الخطوات. الخطوات هنا سهلة وبسيطة، وهنا بيعتمد معاكي على قوام البطاطا بتاعتك. تعالوا شوفوا بقى الخطوة الجميلة اللي هتخلي قوام البطاطا معايا كويس. معايا ربع كوباية من الحليب، هحط عليها 3 معالق كبار من النشا، وهنزل على البطاطا بتاعتي بالنشا. وهنا لازم اقلب تقليب جامد عشان النشا ما تتكتلش معايا وتعمل حبيبات في قلب البطاطا. فلازم تقلبي تقليب كويس من تحت لفوق زي ما انت شايفه كده كويس، ويبقى ايدك بتقلب كويس في البطاطا عشان النشا ما تعملش حبيبات مني في قلب البطاطا. وعايزه اقولك ان القوام اللي احنا محتاجينه هنا يكون، تفضلي على فكره النار هنا مولعه، انت ما انتش طافيه النار عشان توصلي للقوام اللي انا محتاجاه. وهوريك القوام هنا انا محتاجه قوام تيجي ترفعي البطاطا كده تلاقي فيها عرق زي ما انت شايفه كده بالظبط، تلاقي فيها عرق كده في البطاطا. طبعا اننا في البطاطا خلاص، احنا هنا طفينا على البطاطا وجبنا القالب اللي احنا هنفضي فيه البطاطا، سواء صينيه او قالب بايركس، وهندهنه دهنه زبده او سمنه في ارضيه الصينيه من تحت. وبعد كده هنزل بالبطاطا بتاعتي في قالب البايركس. اهم حاجه نديله دهنه سمنه كده او زبده. شايفين القوام بتاعي ده؟ القوام اللي انا محتاجاه منك على حسب بقى الكميه اللي عندك. وعايزه اقولك ان السكر اللي احنا حطيناه برضو اختياري، يعني لو عايزه تسكريها زياده زودي السكر مفيش مشكله، على حسب ما انت بتحبي طعم البطاطا مسكره قوي دلع شويه سكرها مظبوط. احنا بنحب الحاجه سكرها مظبوط. هساوي الصينيه بتاعتي عشان دي اول طبقه من طبقه صينيه البطاطا بالكريمه بتاعتي.
زي ما انت شايفة كده. سويها كويس وبعدين هنركنها في جنب وهنعمل بقية الطبقة الأخيرة بتاعتنا. شايفين الجمال؟ هنركنها في جنب وتعالوا نعمل الطبقة الكريمي بتاعتنا. هنجيب هنا حلة وهنحط فيها 3 كوبايات من الحليب، تالت واحدة، وبعد كده هننزل عليهم ب3 معالق كبار من السكر. وزي ما قلت لكم السكر على حسب الرغبة، عايزة تزودي او تقللي براحتك. وبعد كده هنزل عليهم ب3 معالق كبار من النشا. وبعد كده هحط 3 معالق كبار من الكريم شانتيه. وبس كده وعلى البارد، وهقلب كل المكونات اللي معايا دي بمضرب، بمعلقة، بالسبولاتيلا بتاعتك، وهنزل بمعلقة من الفانيليا. وبعد كده على البارد، وهدوب كل المكونات اللي معايا دي في الحليب. وبعد كده هطلع على النار. اهم حاجة ادوبها كويس الاول على البارد زي ما انت شايفة كده بالظبط. وبعدين هاخد الحلة بتاعتي واحطها على النار لحد ما اوصل القوام الكريمي اللي انا محتاجاه. هنا كنت حطيت الحلة بتاعتي على النار وايدي برضو بتدوب في النشا بالحليب. خدي بالك في الخطوة دي عشان خاطر الكريمة ما تكلكعش منك او تعمل منك حبيبات. لازم ايدك يكون فيها وتكوني بتقلبي كويس ويكون ايدك في الحليب كويس. زي ما انت شايفة كده هتبدأ تاخد قوام معايا. هتفضلي تقلبي برضو عشان ما تمسكش منك ولا تعمل حبيبات ولا تتكاتل منك مرة واحدة او تكلكع. انا هنا كنت وصلت للقوام الكريمي اللي انا محتاجاه، وبرضو ايدي بتقلب زي ما انتم شايفين كده بالظبط. تعالوا هنا بقى هنزل على البطاطا اللي معايا على طول. شايفين القوام؟ انا عايزه القوام ده بالظبط، القوام الكريمي اللي انت شايفاه ده. كده عملنا الطبقه الكريمي اللي فوق. هبدأ اسويها بقى كويس. حلوة وسهلة وبسيطة وطعمها تحفة. انا عايزة اقولك ان طعمها اتحداكي لو عملتيها بالطريقة دي ان انت تاكلي البطاطا بأي طريقة تانية غير الطريقة دي. صدقيني هتعتمديها ومش هتبطلي تعمليها بالطريقة دي. زي ما انت شايفين كده. خلاص بقى انا كده عملت الطبقة الاخيرة بتاعت الكريمة. هاخدها بقى واحطها في الفرن. شايفين الجمال؟ حلوة جدا. الطبقة اللي فوق حلوة. شايفين الطبقات وشكل الطبقات؟ انا هحطها هنا في فرن سخن. لو الفرن بيولع عندك من تحت ومن فوق هتشغلي الفرن لمدة 10 دقايق من تحت وبعد كده بتطفي وتشغلي الشواية من فوق لحد ما تاخد الوش الجميل بتاعنا اللي احنا محتاجينه. بس طبعا هتقلبيها على جميع الجهات ويكون عينك عليها عشان ما تاخدش وش من ناحية وتسيب ناحية. زي ما انت شايفه كده بالظبط. كانت اخدت وش حلو قوي واخدت لون حلو. وهنسيبها لحد ما تبرد وتهدى خالص. وبعد ما تهدى خالص تبداي تقطعيها بقى. عايزه اقولك ان بس شكلها كده وشكل الطبقات، طبقه البطاطا مع طبقه الكريمه تحفه بجد. طعمها خطير. احنا كنا عملناها بطريقه قبل كده في الفرن برضو. هبقى اسيب لكم اللينك بتاعها في الكومنتات تحت او في صندوق الوصف. خطيره. انا عايزه اقولك بقى الطريقه دي تختلف جدا عن اي طريقه احنا عملنا بيها البطاطا قبل كده. شايفين كريم ازاي من فوق؟ والبطاطا حلوه جدا وقوامها حلو. والنشا اللي احنا حطيناها اول مره على البطاطا ادت قوام للبطاطا متماسك جدا من تحت. عايزه اقولك ان الطريقه دي تحفه وسهله وبسيطه جدا. لو وصلت لحد هنا اتمنى تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. ويا رب تكونوا استفدتوا مني ولو بحاجه بسيطه.